اخواتنا احبائنا اعزائنا الكرام مع برنامج الجمجمه الشهيه. ما تنسوش دعمكم لاخواتكم اللايك والسبسكرايب. في حضور مين؟ ساعدونا بدون الكواري وكابتن حموده نجم نجوم السباحه في مصر. هنتكلم النهارده عن مواضيع ساخنه جدا غير كل مره، علشان النهارده حلقه غير. كابتن زيزو تحب تقول ايه النهارده؟ احب اتكلم دلوقتي بقى على اخويا محمود كهربا. اتفضل حقك. الفيفا بقى هترد مش هترد الكلام ده يا عم احمد. تمام. مش هيصرف معانا. صح. ماتش المصري جه والفيفا كرتت وما اتكلمتش وما ردتش علينا. هننزل يابا باخويا محمود كهربا هينزل يلعب. ويا عم انفانتينو الله يديك الصحه وطولة العمر، احنا ناس تعبانه وشقيانه والاهلي هو سبب سعادتنا. صح. فما توقفش معانا في كل حاجه، ما تحطليش العقده في المنشار يا كابتن. بعد اذنك رد علينا في اسرع وقت، لان الراجل ده هيلعب كده واخويا محمود كهربا هيلعب بس كده كده. احنا الكلام برانا، احنا قدرنا الفيفا وعم اسمه ايه انفانتينو. ايه يا عم انفانتينو؟ كابتن حموده تماسيح النيل، زهرة الجنوب، كلام اسود، اخويا حموده ملزق البلوغ. خش يا حمو، خش يا اخويا حمو. في كلام داخل نادي اسوان باستقاله كابتن ايمن الرمادي. ليه؟ بيقول لك مستحقاته متاخره، وفي بعض اللاعبين مستحقاتهم متاخره، وهو بيعرف يحتوي اللاعبين بصراحه. وما حضرش تقريبا اخر تمرين للنادي. دي الحاجات اللي بتزعل بقى، دي الحاجات اللي بتحزن الواحد. ان نادي ماشي نادي جماهيري ماشي كويس، طالع من الصعيد بجهود ذاتيه مستقر بصراحه، مستقر، يفشل علشان مفيش دعم من اتحاد الكوره، مفيش دعم من رجال اعمال اسوان. فين يا جدعان؟ معلش، فين الدعم اللي نادي الزمالك بياخده من وزير الرياضه؟ التمور والبلح والكلامات، ما تقفوا جنب اخواتكم. في نقطه دلوقتي، انت يعني ده كلام داخل مجلس الاداره. تمام. دلوقتي كابتن ايمن الرمادي تعب بياخد كام عشان يقعد في شقه مثلا ولا مدي 12000 جنيه؟ هو اصلا بعيد عن 12000 جنيه. 12000 جنيه ليه يا عم؟ بيديله 12000 جنيه عشان يأجر. ده الايجارات عندنا في شبرا اغلى من كده. عشان يأجر له شقه او يقف في فندق 12. يا كابتن ده الراجل ده كان بيلعب في نمر، الراجل ده راجل كبير. الراجل اصل معلش واحد عايش 25 سنه امارات عمان، جاي هنا ياخد 12000 جنيه. بصراحه الراجل ما بيتكلمش، عمل فريق ممتاز بالظبط. والراجل بصراحه مقدم اداء فوق الرائع. 5 ماتشات فوز وتعادل وخساره في كابتن معلش، شرط الزمالك دي اديته اصلا يعني حاجه كويسه جدا، يعني تتذكر له يعني. صح يا كابتن زيزو. والنهارده معانا كده كذا خبر بالنسبه لاخبار نادي الزمالك. اخبار نادي الزمالك بقى لا سر عدو ولا حبيب. انا راجل اهلاوي بس الباسكت بول بقول لك مش لطيفه ان انا رئيس النادي بتاع الزمالك يخرج يقول لك احنا سرحنا فريق السيدات عشان بيخسر من اهلي، مش عارف يروحوا يطبخوا، يروحوا يقعدوا في البيت ويتجوزوا. معلش، واضح الكلام؟ دول اخواتنا. حط نفسك مكان ان دي اختك بيتقال عليها كده. بص، طالما الراجل ده موجود في نادي الزمالك مش هيستاهل حاجه، ده بجد كلام عيب. وكلمه اتكلم كلمه واحده. سياده المستشار. مين؟ يا سياده المستشار، والله العظيم انت اللي بتخرب. يعني ايه 2 لعيبه شفتهم ضاربين ولا واخدين مخدر ولا واخدين ثواني جاي الموضوع تجيبهم ليه قدام الناس وتصورهم وتطلعهم؟ صح. ليه بتقل من لعيبتك؟ بمناسبه الكلام ده كمان، ليه دي منظمه مكافحه المنشطات طلعت قالت لك ايه؟ قالت لك لو فتوح وعبد الله جمعه ما جوش عملوا التحليل بتاع المخدرات هيتوقفوا عامين. الكلام ده كبير. ليه خلي بالك يا عم فتوح ذكي ان هو ما جالكش، ان هو لو جه وتأسف لك وهتصوره والكلام ده، يبقى هو ثبت على نفسه ان هو واخد 1 2 3. انت ليه بتصور اللعيب؟ انا هديك خبر دلوقتي موت، ثواني بس. انت ليه بتصور اللعيب يا حضرتك؟ يعني مش عايز اذكر اسمه والله. ليه بتصور اللعيب وهو واقف وحاطط دماغه في الارض وتكسره وقدام اهله؟ هو احداث، هو ده احداث، ده هو احداث. يمسك الشريطه تبقى على عينه احداث. في ايه كده وكده؟ في ايه؟ مالك في ايه يا عمي؟ يا عمي في ايه؟ الله يديك الصحه وطولة العمر. بقى عايز اديك خبر معاكس عن الحياه والدنيا يعني
كوكب تاني. النهارده تخيل بيتقدم ببلاغ للنائب العام ل 17 واحد ان هم اي حد فيهم يتكلم على فتوح عبد الله جمعه ان هم بياخدوا مخدرات. انت متخيل؟ معلش هي ايه ده؟ فظيع فظيع بصراحه. انت عايز ايه من الدنيا وعايز ايه مننا وعايز ايه من خلاص يا الناس؟ كابتن حمو خلاص. حمو ده باص خالص. خلاص ده تعبان. طب والله. تخيل بقى يقول لك ايه؟ بيقول لك الاسماعيلي اتخطف منه بركات اسلام الشاطر مش عارف ايه. طب ما اللعيبه دي كلها يا كابتن كانت في الاسماعيلي، عملوا ايه؟ اللعيبه عملت ايه؟ النادي عمل ايه؟ صح. خدوا ايه؟ خدوا كاس مصر؟ ما خدوش حاجه. يا عم اقول لك على الاهلي كله اسماعيلي، بس كانوا هما في الاسماعيلي ما لهمش. لا الناس كانت مظبوطه وهنقول عليهم عشان كده جم الاهلي، وطلع بس خدوا واحد واثنين وثلاثه افريقيا وخد راحوا منتخب مصر عشان بيلعبوا في الاهلي. طلع بيتكلم معلش يعني طلع في بيتكلم عليها كابتن زيزو. يقول لك ايه؟ اي لعيب فيريرا مش عايزه من الزمالك اللي هو اصلا مش عارف يعمل صفقات. طلع هوديه- ولاد العم هوديه- والرجوله في هوديه الدم. الإسماعيلي. قولوا ولاد العم والرجوله في الدم. انا اصلا انت مش عارف تعمل صفقه ب 2 جنيه وربع، انت معكش فلوس. بالظبط معهوش فلوس. انت سدد أيوة. فلوس. يا عم هم ولاد عم بقى خلاص يا عم. زيزو، كابتن زيزو، فجر لنا حاجه. الدماغ الشغال ما بيتنامش. تمام. مساج في جمجمته والله بيتعمل له مساج. الكابتن احمد حسام ميدو مدرب وفي استوديو تحليل. ايه يا عم ده عليا معلومة. الطلاق انت عالمي. الراجل دي بأمانة الله والله- انت عالمي يا عالمي. والله يستخرجوا الهمبرجر هنا والله كمان مره يا عم انت الجمجمه. ايه ده على الطلاق ما اتعملت في التاريخ. يعني تطلع يعني مثلا عملت حاجه غلط تطلع تنتقد نفسك. ايه يا عم ده يا عم الله يخليك. الصبح مدرب، بالليل مقدم برامج ينتقد نادي الاسماعيلي اللي هو شغال فيه وينتقد المدرب وطريقه التكتيك. ومش كده وبس، ده يعمل ايه بقى؟ يروح جاي خارج فاصل يكلم مين؟ الو كابتن سيف زاهر. كابتن سيف، لا. ويناقش موضوعات الاسماعيلي ان هو اصلا مدربه وان هو اصلا عايش فيه. بس اقول لك على حاجه، الراجل ده هو عمل حاجات جديده هو ما زعيم. اتعملتش بصراحه. انت زعيم هو زعيم الصراحه. بيعرف يلعب بالكلام. بصراحة أشهد لك. بص بيبيع كلام. والله أشهد لك يا عم. اقول لك على حاجه على عم احمد حسام ميدو. اه انت راجل مظبوط. انت راجل عالمي عليا اصلا. النعمه من دماغ نعمة متكلفة ربنا. يا زيزو. متكلفه ايه دي جواها بودر. بس اقول لك على حاجه. ده بقى والله جود انت مطحنه. ايه يا عم الجمال ده يا عم؟ يعني انت مدرب تنتقد نفسك، تخرج بره الاستوديو اللي انت عامله وتعمل مكالمه مع واحد تاني عشان تنتقد نفسك. واخر خبر معانا يعني بقى. انا مش عارف اخر خبر معانا، الاهلي بيسقط عضويه ابراهيم عيسى، هناء حمزه والحواشي. ليه؟ باجماع مجلس الاداره. وده بصراحه قرار، انت كنت بتنتقد الحلقه اللي لا. فاتت مجلس الاداره، ده قرار صائب 100% وبحييك عليه. وما ننساش في اخر حلقتنا نصلي على النبي وعليه افضل الصلاه والسلام، دعما لاخواتكم، لايك ولاف وسبسكرايب وكل حاجه موجوده في الحياه. مكان معكم سعد عبدون الكواري، كابتن حموده نجم السباحه في مصر. صح.